بعد زيادة رواتب المتقاعدين السوريين المتقاعدون في مواجهة الواقع، دخل محدود وصعوبات معيشية وزيادات قادمة قد تصل إلى 60% لحل مشاكل المعيشة بعد ارتفاع الأسعار. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة، رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس، وإليكم التفاصيل الكاملة. في مجتمع يزداد فيه الضغط الاقتصادي، يقف المتقاعدون على حافة تحديات متصاعدة، خبرة طويلة وعطاء ممتد، لكن واقع الحياة اليومية يفرض عليهم مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المتسارع وخدمات متفاوتة الجودة. فكيف يمكن لكبار السن أن يعيشوا حياة كريمة مع دخل تقاعدي غالبا لا يكفي لسد أبسط الاحتياجات، من صعوبة تأمين الأدوية إلى مواجهة النفقات الأساسية؟ وذلك نسلط الضوء على فجوة كبيرة بين الدعم المقدم والاحتياجات الحقيقية. وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة التي وصلت في بعض الأحيان ما بين 30 إلى 50%، إلا أنها لا تكفي المتقاعدين. سالم العبد 69 عاما، مهندس مدني متقاعد، يشعر بارتفاع تكاليف المعيشة وبفوارق الخدمات مع مرور الوقت. يقول: كيف يمكنني الحفاظ على مستوى معيشة كريمة دون الاعتماد على المعاش وحده؟ عادل كريم 71 عاما، عامل متقاعد من المطاحن، يقول إنه يراقب التضخم يوميا ويتساءل عما إذا كانت سياسات الدعم ما زالت موجودة، وهل سيجد خيارا فعليا يضمن استقرارا ماليا وصحيا في سنواته القادمة. أما عبد الله بوز العسل 77 عاما، يعيش مع زوجته فاطمة ويعتمدان على معاشيهما التقاعدين، لكنهما يواجهان هو بين الدخل والمصروف وتأمين الأدوية. ويقول في حديثه أيضا: أعتمد في حياته على التوفير والادخار كخطة طوارئ، لكن هذا شبه مستحيل في هذه الأيام، وأفكر أحيانا في الهجرة إلى أبنائي. المصيبة كيف أتعامل مع العجز المتكرر في النفقات الطبية؟ وهل من المعقول أن أضع راتبي ثمن أدوية لي ولزوجتي؟ في سوريا تعتمد سياسة التقاعد على بلوغ سن 60 للرجال و55 عاما للنساء، مع اشتراط مدة خدمة تتراوح بين 15 و30 عاما لاستحقاق المعاش التقاعدي. وفي عام 25 نفذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرسوم رقم 103 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة بنسبة 200% من قيمة المعاش. وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تصريح سابق أن الكتلة الإجمالية لرواتب المتقاعدين بعد الزيادة بلغت 423 مليار ليرة، يستفيد منها 475,994 متقاعدا، ما يعني وبشكل أوضح أن متوسط المعاش الشهري بلغ 12,000 ليرة سورية. وأشار حينها إلى أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل إيجابي على أوضاع المتقاعدين، ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة قد تصل إلى 60% لحل مشاكل المتقاعدين خلال الأيام المقبلة. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة، رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.